مساء الخير مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية في مستهل نشرتنا الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم. إلى الزميل محمد رميم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعث الأخ الفريق علي عبد الله صالح رئيس مجلس الرئاسة برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الشاذلي بن جديد رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. اليوم استقبل الأخ علي سالم البيض نائب رئيس مجلس الرئاسة بالقصر الجمهوري بنيامين بوبوف سفير الاتحاد السوفيتي بصنعاء. وخلال اللقاء جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، كما جرى استعراض تطورات الوضع في منطقة الخليج. في هذا الصدد أكد الأخ نائب رئيس مجلس الرئاسة موقف بلادنا الداعي إلى أهمية إيجاد حل سلمي للأزمة وتجنيب المنطقة كارثة الحرب المدمرة. بعث الأخ حيدر أبو بكر العطاس رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى ماريان شالفا رئيس الوزراء بالجمهورية الاتحادية التشيكوسلوفاكية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. مجلس الوزراء عقد اجتماعه الدوري صباح اليوم برئاسة الأخ الدكتور حسن مكي النائب الأول لرئيس الوزراء. وبعد أن استعرض المجلس قرارات جلسته السابقة، ناقش الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، حيث وقف المجلس أمام نتائج أعمال اللجنة الخاصة بالاستفادة من الكوادر المؤهلة في مجال التعليم، وأقر بعض الإجراءات لتشجيع الكوادر للالتحاق بسلك التدريس. وناقش المجلس كذلك تقريرا عن الأوضاع المالية لمؤسستي الكهرباء والمياه، كما ناقش تقريرا مقدم من الأخ وزير الثروة السمكية حول استغلال مياه جزيرة سقطرى، وأقر التدابير المتخذة من قبل الوزارة بالاستمرار في إيجاد قوارب استلام الأسماك من صياد الجزيرة. كما كلف المجلس وزيري التخطيط والتنمية والثروة السمكية بالبحث عن مصادر تمويل لتنفيذ مشروع المجمع السمكي للجزيرة، واعتباره من أولويات مشاريع التنمية المطلوب تنفيذها. وفي ختام اجتماعه الدوري، استمع مجلس الوزراء إلى تقرير مقدم من الأخ المهندس أحمد الآنسي وزير المواصلات عن حضوره ومشاركته على رأس وفد بلادنا في اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة اليمنية الفرنسية التي عقدت في باريس خلال الفترة من 16 حتى